السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هنعمل حاجة حلوة قوي. اول شيء هنصلي على الرسول الكريم عليه افضل الصلاة والسلام، وبعدين هنبتدي مع بعض نشوف البسبوسة الاسكندراني دي اتعملت ازاي بالمية. والله بالمية زي المحلات بالظبط ما بيعملوها. طول عمري بعملها كده. مرملة وخفيفة، وسكرها اخف كمان من اللي بتجيبيها من بره. بصي قد ايه هي خفيفة. العسل بتاعها عبارة، هشتغل في نفس الصينية اللي هعمل فيها البسبوسة. حاطه فيها نص كوبايه سكر، ومج تاني من السكر اللي هعمل منه الشربات. مج السكر ده، واحط عليه كمان مج ميه، وارفعه على النار. هنا حطيت رشه ملح ومعلقه واحده من البيكنج باودر، وبقلب المكونات دي كلها على بعضها، مكونات الجافه. وبعد كده بحط فنجان من السمنه. عندكيش سمنه حطي زبده، ما فيش زبده حطي زيت. المهم ما يكونش ليه طعم مش حلو، ما يكونش طعمه نفاذ. بغلف الحبيبات كويس بتاعت السميد. بصي بتبقى عامله زي تضغطي عليها تلاقيها كلها متغلفه كده زي ايه، رمله البحر. هنا حطيت معلقه صغيره من صنص الحليب على الشربات بتاعي، بينقله في حته تانية خالص. هنا ما بقربش من السكر خالص لحد ما داير ما يدوب كده يتكرمل، وبعدين ابتدي احط فيه معلقه. هنا السكر داب عندي خالص وبقى كراميل. بحط مكعب زبده ورشه ملح. بقلبه تقليبه كده لحد بس يعني يا دوب الزبده تبتدي تختفي. بحط نص كوبايه بس من الميه. مهم قوي ان انت تمشي على المقادير عشان البسبوسه بتاعتك ما تبقاش طريه. لو بقت طريه تبقى مش حلوه. هتنزليه من على النار وهتسيبيه يبرد شويه، وانا بقلب الكراميل ده لحد ما يدوب. هنا بحط على الشربات نص معلقه صغيره من ملح الليمون. ما عندكيش ملح ليمون ممكن بتحطي نص ليمونه. انا هنا فضيت السميد على الكراميل بعد ما استهدى. يعني انا ماسكه الصينيه بصي بايديا دافيه بس، وبخبط خبطتين كده. اتساوت خلاص، بدخلها الفرن على درجه حراره عاليه. بتاخد بالظبط 10 دقايق. هنا الشربات مجرد ما غلى غلوتين بطفي عليه. طبعا هي طالعه سخنه والشربات دافي، وابتدي اسقي. مش لازم يكونوا الاتنين مولعين جدا، لا. الصينيه هي اللي سخنه والشربات بتاعي دافي. بصي البسبوسه بتاعتك لما تحطي الشربات وتشرب الشربات كله، انت كده خلاص عملتي بسبوسه ناجحه، مرمله وخفيفه، وسكرها خفيف جدا على فكره. انا عندي هنا في البيت كتير يعني مننا ما بيحبش السكر العالي. بس بتقطعيها بعد ما بتبرد. بتبتدي تقطعيها لان هي لازم تستنى شويه عبال ما تمسك معاكي. ولا لزقت في الصينيه ولا دهنت الصينيه ولا حاجه خالص. هي نفس الصينيه اللي عملت فيها الكراميل، هي نفس الصينيه اللي صبيت فيها دي السميد وقلبته. وربنا يحسن ما بين ايديكي. جربيها هتعجبك، مرمله وخفيفه وسكرها خفيف ومعتدله جدا جدا. وما تنسونيش في اللايك، واستنوني فيديو جديد. والسلام عليكم.